أسراب من طائرات درون تغطي سماء الصحراء المغربية. شوهدت الطائرات الثلاث بدون طيار من طراز وينغ لونغ 2 التابعة للقوات الملكية المغربية الجوية في مطار العيون عاصمة أقاليمنا الجنوبية. وكان الجيش المغربي الذي يسعى إلى امتلاك أكبر ترسانة طائرات بدون طيار الأكثر تنوعا في القارة الإفريقية قد توصل بهذه الطائرات صينية الصنع مؤخرا في إطار تعزيزه لقدراته العسكرية. وأظهرت صور جرى تداولها في منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا طائرتين من الدرونات ضمن أسطول الطائرات الحربية في ثكنة العيون، بينما كانت الثالثة متوقفة في الخارج. وإلى جانب هذه الطائرات الهجومية المسيرة الثقيلة توجد كذلك طائرة شبيهة بالطائرة التركية بدون طيار بيركتار تي بي 2. وصارت أسراب من هذه المقاتلات الصينية بدون طيار التي اقتناها الجيش المغربي تكاد تغطي وفق ما أورد مغرب انتليجنس كل صفحة من صفحات سماء الصحراء المغربية. وكان الجيش المغربي قد نشر طائرات وينغ لونغ 2 في القاعدة الجوية الرابعة في العيون بمساعدة أقمار المراقبة والاستطلاع التي يتوفر عليها فور التوصل بها في منتصف السنة المنصرمة. وتقع هذه القاعدة العسكرية المغربية على بعد 450 كيلومترا من الحدود المغربية الجزائرية و700 كيلومتر من الحدود المغربية الموريتانية. وإلى جانب اقتناء المغرب مجموعة من هذه المقاتلات المسيرة من طراز وينغ لونغ 2 التي لم يتم تحديد عددها وفق ما ذكرت مجلة عسكرية، اقتنى أيضا المغرب من إسرائيل هذه المرة 150 طائرة بدون طيار. وكان الجيش قد عقد العام الماضي مع نظيره الصيني صفقة لاقتناء هذه الدرونات المقاتلة في إطار تعزيز قدرات سلاحه الجوي. تصل سعة الحمولة القصوى لهذه المسيرات الحربية 400 كيلوغرام، وتستطيع حمل 12 قنبلة أو صواريخ موجهة بالليزر، وتستطيع تحليق 20 ساعة متواصلة بسرعة يبلغ أقصى 370 كيلومتر في الساعة. وهي مجهزة بنظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية ويبلغ مداها التشغيلي 1500 كيلومتر. تجدر الإشارة إلى أن درونات وينغ لونغ 2 هي نسخة مطورة من الطائرة بدون طيار وينغ لونغ 1، وهي قادرة على التحليق مسافات طويلة على ارتفاعات متوسطة. وقد تم تصميم وتصنيع هذه الطائرات الهجومية المسيرة الثقيلة من قبل الجيش الصيني بواسطة شركة صناعة الطيران الصينية AVSC. كانت الشركة قد أماطت اللثام عن طائرات وينغ لونغ 2 ضمن فعاليات معرض الطيران بالصين في بكين في 2015. ومقارنة بوينغ لونغ 1 لدى وينغ لونغ 2 تصميم ديناميكي هوائي محسن وأنظمة محمولة جوا محسنة أيضا، ما يوفر لها قدرات أفضل من حيث الطيران والحمولة الصافية. فالويل لمن سيقترب من صحرائنا المغربية. وفي خبر آخر، تستمر الحكومة الإسرائيلية في تأجيل التجاوب مع طلب المغرب والاعتراف بمغربية الصحراء، وما يعيق أي تقدم في العلاقات الثنائية رغم الزخم الظاهر، إلا أن السؤال الاعتراف يظل في العمق أكثر إلحاحا. وتشير ورقة تحليلية نشرتها جيروزاليم بوست حول واقع العلاقات الإسرائيلية المغربية إلى أن على إسرائيل الاعتراف بالسيادة المغربية الكاملة على الصحراء مقابل فتح المغرب سفارة في تل أبيب، مبرزة أن الاعتراف بمغربية الصحراء كان جزءا من الاتفاق الموقع. وأورد ناصر خاضر صاحب المقال وهو عضو سابق في البرلمان الدنماركي من 2001 إلى 2011 و2015 إلى 2022، وترأس لجنة الدفاع بالبرلمان الدنماركي من 2016 إلى 2021. عندما كنت رئيسا للجنة الدفاع بالبرلمان الدنماركي في 2021 دعتني سفيرة المغرب في الدنمارك خديجة الرويسية لتناول الشاي في السفارة وسألتني بصراحة: نحن أصدقاء وحلفاء مع الغرب، لماذا تتجاهلون تقدمنا؟ لماذا لا تنسبون التقدم
المحققة إلينا. ويقول صاحب التقرير إن المغرب الحديث بلد مسالم ومضياف، أمة تحترم الحريات الفردية والجماعية، إنه ملكية دستورية بنظام متعدد الأحزاب يؤكد الليبرالية الاقتصادية ويشجع سياسات الإقليمية واللامركزية. وأقر بأن دولا عربية أخرى تغازل الصين الشيوعية، روسيا الرئيس فلاديمير بوتين، وإيران على وجه الخصوص التي تظل دولة راعية للإرهاب. ومن ناحية أخرى يبدو المغرب مصمما على السير على طريق الازدهار على النمط الغربي، ويستحق الاعتراف به كصديق وحليف جيد. واعتبر المحلل ذاته أن اتفاقية أبراهام هي اتفاقية تاريخية وتتساوى تماما مع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1979 واتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993. وبعد عقود من المواجهة في العلاقات العربية الإسرائيلية، مثلت اتفاقية أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية رؤية جديدة للتطبيع في الشرق الأوسط من خلال الأمن والتجارة والازدهار، الأمور التي لم يعتقد الكثيرون أن من الممكن تحقيقها. وجادل إيلان بيرمان النائب الأول لرئيس مجلس السياسة الخارجية الأمريكي في واشنطن، فإن هذا الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء ضروري لزيادة تعزيز اتفاقية أبراهام وتوطيد الروابط بين الأعضاء الحاليين وإيجاد أعضاء جدد. ويرى بيرمان أن وجهة نظر الحكومة الجديدة بشأن الصحراء تشكل اختبارا مهما لكيفية تطور العلاقات في المستقبل بين المغرب وإسرائيل. ويشير المصدر نفسه إلى أنه يجب على المغرب إظهار القيادة وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، وهذا ما من شأنه أن يسهل على الحكومة الإسرائيلية الجديدة الاعتراف بالسيطرة المغربية على منطقة الصحراء. وتشعر حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة في الوقت الحالي بكونها أكثر الحكومات قومية في تاريخ إسرائيل، ولكن كما يقول بيرمان أيضا يميل معظم الناس إلى نسيان أن نتنياهو كان أيضا رئيسا للوزراء عندما تم التوسط في اتفاقات أبراهام، وله مصلحة فيها لأنها أهم إنجازاته في السياسة الخارجية حتى الآن. وفي خبر آخر، رغم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد أبدى رغبته في زيارة المغرب في ظل الأزمة الصامتة التي تضبط إيقاع العلاقات بين البلدين، غير أن رغبة ماكرون تتجه في الظروف الحالية نحو الإقبار رغم رسالته غير الرسمية إلى السلطات العليا المغربية التي يبدو أنها لا تريد أن تراه فوق تراب المملكة. وحتى إن أعطت السلطات المغربية موافقة على هذه الزيارة فسيكون ذلك وفق آخر المعطيات بشروط. وبينما تحرص حكومة ماكرون على المحافظة على توازن في علاقاتها مع المغرب والجزائر للحفاظ على مصالحها في المنطقة، يصر الجانب المغربي على موقف فرنسي واضح من قضيته الوطنية الأولى وهي الصحراء المغربية. في هذه الأجواء المشحونة بين الرباط وباريس، غرد جورج مالبرونوت كبير مراسلي صحيفة لو فيغارو في تويتر أنه من المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي ماكرون المغرب ربما في فبراير الجاري. نقل مالبرونوت عن دبلوماسي فرنسي قوله مؤخرا إنه ليس لدينا موعد محدد بعد، لكن المغرب يريدنا أن ننشر بيانا ضد الجزائر. وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي تعيش العلاقات المغربية الفرنسية منذ فترة طويلة على وقع أزمة لم تنفرج قليلا إلا في أواخر دجنبر الماضي. ووقع هذا الانفراج الطفيف في علاقة الرباط بباريس بعد الزيارة التي قامت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا للمملكة المغربية، غير أن سحب التوتر سرعان ما عادت لتلبد سماء العلاقات الثنائية بين البلدين مجددا، بل أخذت الأزمة منحى تصعيدي بلغ حد توجيه مسؤولين مغاربة منهم برلمانيون أصابع الاتهام لفرنسا في الهجوم الشرس الذي يشنه برلمان الاتحاد الأوروبي على مصالح المغرب.